المغرب والسنغال يعني عندهم تأثير وعندهم دور وعندهم مصداقية في فضائهم الإقليمي. لهذا كان دائما جلالة الملك محمد السادس حريص على أن السنغال يكون عندها دور فاعل في كل مبادرات اللي يطلق جلالة الملك. السنغال دورها أساسي في المبادرات الإفريقية الأطلسية، على اعتبار بأن السنغال هي قطب الاستقرار، قطب للتنمية في إفريقيا الأطلسية. واليوم السنغال مدعوة إلى أن تلعب دور محوري في إطار هذه المبادرة الملكية. كذلك السنغال لها دور أساسي في تسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، باعتبار علاقتها القوية مع دول الساحل، وباعتبار كذلك أنها من الدول اللي يمكن لها تساهم في هذا الروابط اللي بغى جلالة الملك بين دول الساحل وبين جوارها الأطلسي. السنغال كذلك فاعل محوري في أنبوب الغاز الأطلسي، اللي باعتبارها من الدول المنتجة للغاز، باعتبارها من الدول المحورية اللي غيمر منها هذا الأنبوب، وباعتبارها كذلك عندها تصور أساسي لهذا المشروع الملكي المهيكل في غرب إفريقيا. والسنغال يعني دورها غيكون محوري كذلك في هذا المشروع. بالإضافة إلى ذلك، باعتبارنا ماشي فقط إخوة وشركاء ولكن كذلك حلفاء، المغرب والسنغال غينسقوا أكبر بشكل أكثر في المحافل القارية والدولية، على اعتبار بأن عندهم رؤى متقاربة جدا حول القضايا الإقليمية والدولية، سواء داخل الاتحاد الإفريقي، داخل منظمة التعاون الإسلامي، أو داخل منظومة الأمم المتحدة. السنغال فاعل عنده مصداقية، السنغال فاعل عنده دور مهم، وبالتالي فالتنسيق بين المغرب والسنغال في كل هذه المحافل الإقليمية والدولية غيكون كترجمة لهذا التحالف القوي الموجود بين البلدين. ما يمكن لي باش نختم إلا نعاود نجدد التهنئة لأخي وزميلي شيخ نيانك على التعيين ديالو.